لحد ما دخلت في رحلة الوعي وفهمت ان درسي حتى لو انا مستوعبة اسباب فعلهم ده مش معناه ان انا اقبل اذاهم. تعالى احكي لكم كده في تأملاتي الصباحية حاجة كانت بتحصل معايا. كان زمان او مش كان زمان، لحد فترة قريبة في ناس بقابلهم في حياتي عندهم مشاكل، وتقريبا عن رأي الناس اللي حواليا اني بصطادهم يعني. فكان اللي بيحصل انه لما يجوا بيكذبوا ويحوروا وانا يعني انا بلقط الكذب جدا، وبعدي اقول معلش عندهم ظروف، معلش هم اتربوا كده، معلش ما كانش عندهم حد يساعدهم، حوارات ومشاكل، معلش ما عندهمش حد يعلمهم، انا المفروض اساعدهم وانا المفروض اخد بايدهم، او انا المفروض اسعى يعني او شايفه ناس ناجحه جدا بس ناقصهم عيب معين، فلا حرام ده ممكن يكونوا كمان عملوا اللي انت ما عملتيهوش. بس الاكتر بقى الناس اللي هي دايما كانوا بيصعبوا عليا، وفعلا بيصعبوا عليا، وفعلا ما كنتش واعيه ان انا بلعب دور المنقذ نهائي يعني خالص. انا ما كنتش واعيه بده تماما، وكان قلبي بيوجعني قوي واحس بتأنيب ضمير لو ما ساعدتهمش، لدرجه ان انا ببقى عارفه ان هم نصبين عليا وما اقدرش حتى اواجههم. في منهم اللي كان ممكن يسرقني وما اقدرش اواجهه، اقول معلش كان محتاج بس الكسف يقول. لحد ما دخلت في رحله الوعي وفهمت ان درسي حتى لو انا مستوعبه اسباب فعلهم ده مش معناه ان انا اقبل اذاهم. عشان كده وقف الاذى عن نفسك، لانه صدقني انا واحده من ضحايا ده. عرفت بعد كده كنت بلعب دور المنقذ عشان الاقي مكانتي او بس والله ما طبعا ما كنتش بعمله بشكل واعي. بس وقف الاذى، وقف تخليهم يتمادوا في الطريقه دي. هم ما كانش ليهم سبب في اللي هم فيه، بس انت هيبقى ليك سبب لو تمادوا. فاي حد انت شايفه بيعمل حاجه غلط ما تسامحوش، بالعكس وقفوا عند حده، مش لازم تأذيه. وفي ناس لازم تعرف كويس قوي تاخد حقك منهم عشان يتعلموا انه ما يأذيش حد غيرك.